تعرفوا إن عايش بينا ناس بتاكل لحوم الموتى؟ الهند من أكتر الشعوب اللي عندها ثقافات وعادات غريبة جدا، ومن أغرب عاداتهم هي الموت. الموت عندهم شيء مختلف عن باقي الشعوب، حتى بعد ما الميت يموت بيكون في طقوس خاصة ليه. في منهم اللي بيحرق الجثة، وفي منهم اللي بياكلها، زي قبائل الأغوريين. الأغوريين من أكتر الطوائف المرعبة على الأرض، لأنهم من آكلي لحوم الموتى. طائفة بتاكل لحوم الموتى وبتمارس الرذيلة مع الجثث، شيء ولا في الخيال. ولا عمرك هتصدق إن الناس دي عايشين بينا، وإحنا دلوقتي في 2023. أول ما هتشوف منظرهم هتقول عليهم إن هم جم من العصور البدائية. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن أغرب وأخطر القبائل في العالم، الأغوريين. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. قبائل الأغوريين موجودين في الهند، وبالتحديد في قرية اسمها فراناسي اللي بتتسمى بمدينة الموتى. القرية دي جنبها أكتر نهر مقدس في الهند والعالم كله، وهو نهر الجنج. ده أكتر مكان مقدس بيجي ليه ملايين الناس من كل مكان في الهند عشان يعملوا حاجة واحدة بس، وهي إن بعد ما حد من أسرتهم يموت بيجيبوا النهر ده عشان يحرقوا جثثه بالأخشاب، وبعدها الرماد بتاع الجثة يحطوه على جسمهم كله، وأخيراً ينزلوا يستحموا في النهر ده، اعتقاداً منهم إن كده بيغسلوا خطاياهم. وكمان بيقولوا إن النهر ده طريقهم للجنة، وبيسموه كمان بنهر الجنة. نهر الجنج لو بصيت له هتلاقي إنه أكتر نهر ملوث في العالم، لأنهم بيرموا جثثهم فيه. لأن مش كل الجثث بتتحرق، جثث الأطفال والنساء الحوامل وجثث العاهرات مش بتتحرق، لكن بتترمي جوه النهر ده. موضوع حرق الجثث مكلف جدا، وبيكون كمان متقسم على حسب الطبقة الاجتماعية اللي منها الميت، يعني هو غني ولا فقير، صاحب منصب وجاه ولا مجرد شخص عادي. ومن هنا بيجي نوع الخشب، يعني لو الميت أهله ناس مقتدرين بيجيبوا له أفضل وأغلى أنواع الأخشاب ويتحرق بيه عند مكان مخصص زي عتبة كده. برضو العتبة دي بيكون ليها سلم بينزل للنهر، وبيكون برضو مختلف من ميت للتاني حسب بقى هو غني ولا فقير. هنا بقى يجي دور الأغوري، إنه بعد ما المهرجان اللي بيتعمل كل 4 سنين، مهرجان اسمه كامبا ميلا، الوعاء المقدس، وده بيكون أكبر تجمع، بيكون أشبه للحج عندنا كمسلمين، بس طبعا اللي بيتم ممارسته هناك شيء غريب جدا. الأغوري بعد ما الحجاج يحرقوا جثثهم ويستحموا في النهر برماد الجثة، أو بعد ما يرموا جثة الطفل أو الجثة اللي أصغر من 60 سنة في النهر، يجي الأغوري وياخد الجثة دي ويقطع جزء من لحمها ويقدمها كقربان للإله شيفا، وياكل باقي الجثة، وياخد الجمجمة وبيها يعملها زي وعاء بياكل بيها أكله المفضل اللي بيكون لحوم الموتى. الأغوري حد بيحب العزلة عن الناس، بيحب يعيش في سرية بعيد عن أعين الناس. أي حد غريب يجي يتكلم معاه بيرفض، وممكن كمان ياكل جثته بعد ما يموته. عشان كده مش هتكون فكرة ظريفة لو انت قربت ليه وقلت اما اتكلم معاه واعرف منه أكتر عن طائفته الغريبة دي، لأن أهله نفسه مش بيكونوا عارفين إنه بياكل لحوم الموتى. طيب هو الأغوري ده اتولد لقى نفسه من الطائفة دي؟ لا، هو كان حد عادي جدا، بس في وقت معين من حياته بيقول إن الإله شيفا بيناديه إن خلاص جه الوقت إن يكون أغوري، فبيعتزل عن الناس كلها وأهله، وبيروح لأكتر نهر مقدس عندهم، وهناك بيروح لأكبر حد أغوري ويقول له إنه عايز يكون منهم. هنا بيقولوا له روح هات جمجمة. بيفضل يدور على جثة مرمية هنا ولا هنا عند أطراف النهر، وياخد منها الجمجمة ويروح للشخص اللي هو كبير الأغوريين. فهنا بيقولوا له الجمجمة دي هتكون الأداة اللي هتاكل بيها، مش مسموح لك طول حياتك غير إنك تاكل فيها. بعدها بيقولوا له دلوقتي أنت لازم تاكل جثة ميت عشان تكون مننا. هنا بيدور على الجثة، مش بيكون شاغل تفكيره بقى الجثة دي ماتت من قد إيه، جثة متعفنة بقى ملوش دعوة بكل ده غير إنه يلاقي الجثة، وعلى الحالة اللي هي فيها بياكلها. بيلاقي الجثة خلاص بينزع منها جزء ويقدمها لشيفا، وبعدها ياكل الباقي، يقطعها أجزاء ويفضل ياكل منها. طبعا بيحط حتة اللحم في الجمجمة اللي بتكون هي الطبق بتاعه. بعد ما بياكل الجثة دي، هنا بيفضل 7 سنين يتأمل برياضة اليوجا المعروفة، لحد ما يوصل للوقت اللي بقى خلاص أغوري رسمي. منظر الأغوري غريب ومميز جدا، هتلاقي شخص مش لابس حاجة غير قطعة قماش صغيرة ستر عورته، وفي منهم عادي مش بيلبس أي حاجة ولا حتى بيكون ستر عورته، وجسمه كله ملطخ برماد الجثث، ولابس زينة من الجثث. هتلاقيه لابس عظم وأسنان الجثث كعقد وحاجات تانية كتير من الجثث، ودقنه طويل وشعره برضه طويل. الشخص الأغوري حياته كلها بتتلخص في إنه بياكل 3 جثث كل سنة، وبيشرب مشروبه المفضل الماريجوانا، وده مشروب مخدر زي الحشيش.
بيشربوا عشان يوصلوا الحالة من الصفاء الروحي اللي بدورها هتخليه يتواصل مع الإله بتاعه شيفا. أخطر حاجة بيعملها الأغوري هي ممارسة الجنس مع الموتى. أيوة زي ما سمعت كده، عندهم مباح إنك تعمل كده مع الموتى، لأن باعتقادهم إن لما يمارس الجنس مع الجثة اللي هياكلها فده هيخليه شخص خالد، يعني يعيش لفترة طويلة، حاجة كده قمة في القذارة. عند الأغوري كل شيء مباح زي ما قلت، أكل لحوم الموتى وممارسة الجنس مع الموتى، لكن الشيء الوحيد المحرم هو اللواط، ده اللي محرم عندهم، غير كده فكل شيء مباح. الأغوري جثته مش بتتاكل بعد ما يموت، بعد ما يموت بيتحرق ورماده بيتناثر في نهر الجنج. الأغوري بيفضل في عزلة ومش بيخرج منها غير في مهرجان كامبا ميلا اللي بيتعمل كل 4 سنين، بيخرج عشان يبحث عن أكلته المفضلة لحوم الموتى. طيب في النهاية هو إيه أصل الأغوريين؟ وإزاي جات لهم الأفكار الغريبة والمرعبة في أكل لحوم الموتى؟ في القرن ال18 كان في قبيلة في الهند اسمها الكاباليكاس أو حملة الجماجم. القبيلة دي كانت بتقدم أضحيات بشرية، وكانوا مشهورين إن هم بيشيبوا الجماجم على أيديهم، ومن هنا استمد الأغوريين فكرة طائفتهم الدينية وسموها الأغور، ومعناها بالسنسكريتية الذين لا يخافون. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تسيبوا وراءكم في التعليقات، وتقولوا لنا كمان حابين تسمعوا ايه الحلقات الجاية. استنونا.